ذلك التطور والطفرات. لماذا؟ لأن الفيروس لما يكون يستنسخ، لما يكون يتكاثر، يعني تصرى غلطات من جهة، ولما يكون في جسم الإنسان وتكون مقاومة تاع الأجسام المضادة كذلك يحاول يتفادى هذا المقاومة، وبالتالي يغير من الطبيعة تاعو، من الشكل تاعو في جزء صغير جدا لحسن الحظ. هذا المرة التحور أو الطفرة كانت خفيفة ومست سرعة الانتشار فقط. يعني إذا كان يسمح الوقت نكملوا، عندنا البروتيين تاع الفيروس سكايب هذا هي اللي مسؤولة عن الدخول والتثبت للخلية على مستوى دي ريسبتور ممبرانير، يعني مستقبلات على الغشاء الخلوي في الخلية. هذا المستقبلات يسموها ACE2 اللي هي يعني مستقبلات تاع لونجيوتونسين باللغة الفرنسية، هي يعني سي دي زونزيم دو كونفرسيون دو لونجيوتونسين 2. هذه هي اللي تسمح الان الفيروس سمحت له هذا الطفره اللي دارها في الشوكه هذيك سكايب سبايك باللغه الانجليزيه، ليبين هذه ولا يدخل بسهوله للخليه، وما يسمى الان بالطفره. والفرق بين الطفره بين السلاله تاع ووهان، السلاله المعروفه، والسلاله الان الحاليه هو سرعه الدخول الى الخليه، وبالتالي سرعه الانتشار.